السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. بتأسف لحضراتكم ما لحقتش أطلع بعد مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، لأني مريت بوعكة صحية والحمد لله بقيت بخير، لكنكم وحشتوني جدا جدا جدا. أولا وقبل ما أدخل في حلقتنا النهاردة، ببارك للنادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي وتربعه وتصدره قمة الدوري الممتاز. ببارك لجماهير النادي الأهلي، ببارك لإدارة النادي الأهلي، والنادي الأهلي يفوز في الجولة الأخيرة قبل ما يسافر على البنك الأهلي، وأرجنتين مصر يفوزوا على الزمالك 2-1. فده الشيء الطبيعي والمتوقع جدا. دايما المحلة بتعمل أحلى ماتشات قدام نادي الزمالك، دايما المحلة بتدي دروس كبيرة جدا جدا لنادي الزمالك، ولكن مستوى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ما يبشرش ولا يطمن أصلا. ونقدر نقول إن هو ده الزمالك اللي دايما في كل موسم بيحصل معاه كده، بخلاف الموسمين اللي فاتوا، مواسم الاحتواء، مواسم روح البروتوكول، مواسم سرقة الدوري وإهدائها لنادي الزمالك. هو ده نادي الزمالك الحقيقي. ولو مش العدل ولو مش الحق ولو مش الوضع زي ما هو كده، هنشوف الزمالك في حتة تانية خالص، يمكن ما يكونش موجود في الدوري الممتاز، الله أعلم. عموما مليون مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيستعد وبقوة جدا للسفر إن شاء الله يوم 28 الشهر ده عشان يروح المغرب بإذن الله ويشارك في كأس العالم بإذن الله. النادي الأهلي مسافر والدنيا مولعة نار في مصر. النادي الأهلي مسافر والكل في مصر شايط. النادي الأهلي رايح يلعب كأس عالم وغيرنا بيموت نفسه عشان حاجات هايفة. النادي الأهلي رايح يلعب كأس عالم وغيرنا النار بتحرق فيه عشان حاجة هايفة. عموما ربنا ييسر الحال للنادي الاهلي. ننتظر الكثير والكثير من لعيبه النادي الاهلي اللي احنا كلنا ثقه فيها ان شاء الله ان احنا نحرز مكان افضل من اللي احنا بناخده على طول السنين اللي فاتت او الدورات اللي فاتت او المسابقات اللي فاتت. ان شاء الله نحرز مركز يكون متقدم وافضل باذن الله. طمعانين في ربنا وطمعانين في امكانيات لعيبتنا، وطمعانين في مدربنا المحترم اللي بياخد كل مباراة على حدة، وان شاء الله يرضي طموح جماهير النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي قد المسؤولية باذن الله. باذن الله ربنا ينصرهم ويجوا لنا باحسن مركز ان شاء الله، نأمل بذلك باذن الله. تعالوا بينا ندخل بقى على حلقتنا اللي هتضرب نار. لكن بطلب من حضراتكم، كل أهلاوي محترم بيحب النادي الأهلي وبيحب الرياضة المصرية ينزل يعمل لايك. كل مصري غيور على مصلحة بلده وعلى الرياضة المصرية وبيحب الرياضة المصرية ينزل يعمل لايك. عايز إن شاء الله الحلقة دي تلف اليوتيوب كله، مش هتلف إلا بفضل لايكاتكم بإذن الله يا أحلى جمهور في الكون. ندخل بقى على حلقتنا. من يومين انا عملت من 4 ايام 5 عملت حلقة واتكلمت فيها عن مصطفى الجويلي. مصطفى الجويلي، وقلت ان اللي قاله في حق النادي الاهلي وعاتبت عليه كتير، وقلت 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 وقلت. وسبحان الله، بعد ما خلصت حلقتي تاني يوم في برنامج اللي مصدع الناس كلها واللي الكل بيهز فيه دماغه، يطلع رئيس النادي اللي عمال يطبل له يديله شتيمة وبهدلة ومرمطة وطردان على الهوا مباشر قدام الناس كلها، وإهانة زي ما انت عايز تقول قول. صحيح الناس كلها كانت مبسوطة فيك، وفي نفس الوقت كانوا زعلانين عليك، وقالوا دي آخرتها وآخرة التطبيل للراجل ده.
دي اخرة اللي يمشي ورا الراجل ده. وقلنا ساعتها ان الراجل ده يعني هيثور لكرامته، ومستحيل مستحيل انه يقبل ان هو يتصالح بعد الاهانات اللي على الهوا بالطريقه ديت والطرد المباشر اللي على الهوا ده. ولكن للاسف ما عداش الا يومين ولقينا درش راجع يعني مش عارف اقولها ازاي، ويقول لك سيادة المستشار اخويا. لا، الاخ ما يهنش اخوه بالطريقه دي حتى وان اختلف معاه. الاخ ما يذلش اخوه بالطريقه دي. الاخ ما يكسرش اخوه بالطريقه دي. الاخ ما يطردش اخوه بالطريقه دي. فما تقولش اخويا وطالع تتكلم وتقول انتوا بتتكلموا عن كرامتي، انتوا مش حريصين على كرامتي اكتر مني. لا طبعا احنا عمرنا ما هنبقى حريصين على كرامتك اكتر منك. بس انا عايز اقول لك على حاجة. الواحد بيبقى حريص على الحاجة اللي تبقى موجودة عنده وتبقى غالية، لكن لما تبقى مش موجودة اساسا فمش فارقة عنده بقى. تتهان ما تتهانش، تضيع ما تضيعش، تتبعتر ما تتبعترش، مش فارقة عنده. وخصوصا عند اللي اهم حاجة عنده الفلوس. الفلوس اهم من اي حاجة تانية. ده مش مشكلة عنده اي حاجة. بس انا عايز اقول لك ان الكرامة اغلى من الفلوس واغلى من اي شيء. اتنقل بقى لحاجة تانية. مرتضى منصور بعد ما اهان فيريرا وبعد ما طرد فيريرا من بوابة النادي الاهلي، خصوصا بعد هزيمة الزمالك من النادي الاهلي 3-0. معرفش ايه السبب، لكن هنعرف السبب دلوقتي من فيريرا. طب ما طول عمر الزمالك بيتغلب من النادي الاهلي، لكن المرة دي خدها حجة وطرد الراجل. وطرده برضه وما عملش حساب الخراب اللي هيجي على نادي الزمالك بعد كده. شوف الشرط الجزائي وشوف فلوس فيريرا قد ايه اللي هيطالب بيها وهياخدها. عموما طلع فيريرا وتحدث بعد اللي حصل له وقال كلام يهز الدنيا. قال لك ايه؟ لقد قدمت مستويات جيدة مع الفريق في كل ولاية، ولكن الفريق مر ببعض الأمور التي أثرت على الفريق جعلتني أندم على قبول تدريب الفريق هذه المرة، منها عدم الاستقرار. واسألوا رئيس النادي مين السبب في ذلك. الفريق منقسم قسمين، قسم مع شيكابالا وقسم مع رئيس النادي. وفي النهاية هناك شخص واحد يرى نفسه أن عليه أن يأمر وعلى الجميع التنفيذ، سواء كان على خطأ أو سواء كان على صواب. إدارة الزمالك تفكر كثيرا في النادي الأهلي أكثر ما تفكر في نادي الزمالك، وتتحدث عن النادي الأهلي أكثر مما تتحدث عن فريقها. ولا أعلم ما سر الغضب الشديد من هزيمة الفريق أمام النادي الأهلي هذه المرة. فالتاريخ يشهد على تفوق الأهلي دائما، وهذا طبيعي، فهو أكبر وأعرق فرق القارة. ثانيا، اسألوا رئيس النادي من يشعل المشاكل في الفريق، من يلقي الشائعات على اللاعبين، من يهدد اللاعبين وكأنهم خيول وليسوا بشر. اسألوا رئيس النادي من يغرق الفريق في المشاكل ويعتبر النادي ملكية خاصة له ولأولاده. مشيت من الزمالك وحقوقي كاملة ستصلني عن طريق الفيفا، والزمالك يعلم ذلك تماما. ده بالنسبة لفيريرا اللي مرتضى منصور رماه بره النادي. عشان ايه؟ عشان يمشي كلامه وبس، وما يعرفش ان فييرا
وجهازه المعاون هيطالبوا نادي الزمالك بما يقارب من 2 مليون دولار، حوالي 1,800,000 دولار بالظبط. وادي اللي بيعمله مرتضى منصور في نادي الزمالك. يا جماعة، مرتضى منصور مش مكتفي بكل البلاوي اللي حصلت منه في الفترة الأخيرة تجاه نادي الزمالك، بيزود المبلطين على نادي الزمالك وبيعجز نادي الزمالك أكتر وأكتر. تعالوا بقى نشوف عمل إيه تاني. مرتضى منصور وقناة نادي الزمالك اتسببوا في طفشان كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، بعد ما اتهموه بأبشع الجرائم يعني واقول ايه، الدنيا هايجة على مصر بره في الجرايد العالمية بسبب اللي عمله مرتضى منصور وقناة نادي الزمالك. اتهموا الراجل بالشذوذ، واتهموا الراجل انه على علاقة براجل، واتهموا الراجل بسلوكيات غير موجودة فيه عشان يخلعوه من مكانه. هددوا الراجل بالقتل، هددوا الراجل بالضرب، هددوا الراجل بكل حاجة. الراجل خد بعضه وراح الاتحاد، قال لهم انا بيحصل معايا 1 2 3. قالوا له يا راجل لا، ما يحصلش كده. قال لهم طب انا احموني من رئيس نادي الزمالك ومن الكلام اللي بيطلع عليا في قناة نادي الزمالك. قالوا له احنا ما نقدرش نعمل لك اي حاجة في تجاوزات رئيس نادي الزمالك. هل ده اتحاد كورة مش قادر يحمي رئيس لجنة حكامه والخبير اللي هم جايبينه، مش قادرين يحموه؟ هيقدروا يحموا قراراتهم؟ هيقدروا يحموا قراراتهم؟ هيقدروا ان هم ياخدوا قرار سليم ويحافظوا عليه؟ انا مش عارف ايه بصراحة. عموما مرتضى منصور اتسبب في طفشان كلاتنبرج. كلاتنبرج الصحافة العالمية كلها هايجة على مصر دلوقتي، ان مصر ما فيهاش امان، ان مصر فيها ارهاب، ان مصر حصل كذا 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 كذا. والسفارة البريطانية دلوقتي بتلاحق مرتضى منصور قضائيا عشان خاطر الراجل بتاعهم. والدنيا بقى ايه زيطة دلوقتي، وهنشوف الدنيا هترسى على ايه وهنعرف حضراتكم. تعالوا بقى لايه، لجنة الانضباط والمصيبة الكبرى اللي في الرياضة المصرية اللي احنا وصلنا لها، واللي ما عدناش عارفين احنا واصلين لفين ولا رايحين لفين بسبب مرتضى منصور. مرتضى منصور يهين الكابتن محمود الخطيب. نقول الكابتن محمود الخطيب راجل بيمشي بالأصول، ماهوش قانوني، لكن هو بيمشي بالقانون وبيمسلك الطرق القانونية، والناس القانونيين أو الناس الحقوقيين هيجيبوا له حقه. لما يخطأ في فلان او علان او شخصية ما او بنقدر نقول ان هو بيغلط في اشخاص عاديين، لكن ان هو يغلط في القضاء، يغلط في قضاء مصر، يغلط في مستشارين، يغلط في هيئة قضائية عليا، يغلط في، انا مش عارف ازاي توصل الدرجة ان القضاء يتهان من شخص واحد في مصر ومحدش قادر يقول له تلت التلاتة كام؟ ازاي ان القضاء يمر بأزمة زي الأزمة اللي بيمر بيها مع شخص واحد بس ومحدش قادر يقول له أي حاجة؟ أنا أعرف إن ممكن القضاء يخلي حد يسيب مكانه ويمشي، أنا أعرف إن القضاء ممكن يخلي واحد يسيب منصبه ويمشي، لكن إن القضاء هو اللي يسيب مكانه ويمشي بسبب شخص، ده اللي جديد على الكل وأول مرة نشوفها. لما لجنة الانضباط المكونة من مستشارين أكفاء أجلاء محترمين يقدموا استقالتهم ويرفضوا العمل التطوع ويقولوا إن المناخ مش طبيعي، وإن كمية الألفاظ والبذاءات والإساءات والحاجات والبيان اللي طلع القوي اللي زلزل الكرة المصرية النهاردة دي يطلع من مستشارين وقضاء من لجنة الانضباط بالرياضة المصرية،
وده كله عشان خاطر مرتضى منصور محدش قادر يقول له انت بتعمل ايه. لا، في حاجة غلط، في حاجة غلط، ودي مش مصر. في حاجة غلط وديت مش مصر. ولما مرتضى منصور يرتكب كل الجرائم دي وكل البذاءات دي وكل الغلط اللي بيرتكبه ده امام مرأى ومسمع كل الناس اللي ماسكة البلد، لا يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط. احنا رايحين على فين؟ وايه اللي بيحصل لنا بالظبط؟ احنا عايزين نعرف احنا رايحين على فين. مرتضى منصور واخد الدولة كلها ورايح بها على فين؟ عايزين إجابة بعد إذنكم لو سمحتوا، وأنا مش هطول أكتر من كده. شكرا أعزائي المشاهدين، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.